آه، ازيكم عاملين ايه؟ دي بقى حلقة جديدة. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. بص، كل حاجة بتبدأ بفكرة واحدة، وفجأة تلاقي الأفكار بقت جاية عليك من كل اتجاه، بتحاصرك كأنها نهاية الدنيا ومفيش مهرب. تخيل كده إنك محبوس جوه فكرة أو جوه كلمة مش قادر تطلع منها، ودماغك مش راضي يفصل حتى وانت عايز تنام. تحس إن عقلك شغال زيادة عن اللزوم، والتفكير الكتير بيخلي النوم أصعب ومش مستقر، وممكن يدخلك في أرق، وتفضل تلف وتلف في دايرة أفكار ملهاش أي لازمة. تلاقي نفسك بتعيد مواقف قديمة أو خايف من حاجات لسه ما حصلتش. وطبعا دماغك مبدع جدا بس في الحاجات السلبية. فجأة بتتخيل إنك فيك كل الأمراض وكل المشاكل، وانت في الحقيقة زي الفل. الشخص اللي بيفكر كتير بيعلق في أخطائه، في شكله، في مستقبله، ودايما متوقع الأسوأ. من كتر ما هو غرقان في التفكير بيمنع الخير عن نفسه، ومش قادر يسامح نفسه ولا ياخد قرار، كأنه واقف في مكانه مش بيتحرك. طيب، يعني ايه الأوفر سينكينج؟ ببساطة حالة بيبقى فيها العقل مش ساكت، أفكار مستمرة تعطلك إنك تعمل أي حاجة مفيدة. وغالبا الأفكار دي بتبقى سوداوية ومش مفيدة، زي واحد ندمان على حاجة عملها. طب خلاص، اللي حصل حصل، الندم مش هيرجع الزمن. بس اللي بيفكر زيادة مش بيقدر يكمل، لأن دماغه دايما بيوديه لأسوأ سيناريو. تقدر تعرف الشخص ده بسهولة، دايما محتار حتى في أبسط الحاجات، يفكر ويفكر ويفكر لدرجة يعني لدرجة يعقد الموضوع على نفسه. ولو عنده مشكلة يفكر هي بدأت ازاي وليه حصلت، بس ما بيديش نفسه المجهود انه يفكر في الحل. طيب ليه نفكر زيادة اصلا؟ في دكتورة في علم النفس قالت ان التفكير الزائد محاولة منك انك تسيطر، تحس انك فاهم ايه اللي جاي، بس الحقيقة انك مش مسيطر على حاجة، انت بس غرقان في التحليل. دماغك بيدخل أو بيدخل وضع تحليل ويقعد ينتقل بين سيناريوهات، بس المشكلة إنك بتفضل عالق هناك ومش عارف ترجع للوضع الطبيعي. فتلاقي نفسك دايما قلقان، فكرة ورا فكرة ورا فكرة، وتدخل في دايرة ملهاش نهاية. التفكير مطلوب أكيد، بس لما يزيد عن حده بيهد حياتك، يخليك متشتت، سرحان، مش عارف تنجز أي حاجة. طيب إزاي تعرف إنك بتفكر زيادة؟ أنا هقولك. قلقان على طول حتى من أبسط الحاجات، بتفكر في حاجات مش في إيدك أصلا، بتفكر في نفسك دايما بأخطاء قديمة، بتسترجع مواقف محرجة ملهاش لازمة، عندك صعوبة في النوم، بتحلل كلام الناس زيادة عن اللزوم، مش عارف تعيش اللحظة، دايما في المستقبل. فكرة واحدة ممكن تبوظ يومك كله. بتحب الكمال زيادة ومش مسامح لنفسك تغلط. والموضوع مش نفسي بس، ده كمان بيأثر على جسمك، مناعتك، نومك، أعصابك،
حتى معدتك. طيب ايه الحل؟ بص، هقولك على حاجات فرقت معايا فعلا. أول حاجة، اقتنع إن مفيش حد كامل، هتغلط وهتغلط تاني وده طبيعي. تاني حاجة، اعرف حدود مسؤوليتك، مش كل حاجة في الدنيا عليك. وتالت حاجة، راقب أفكارك وشوف ايه اللي بيدخلك في الدايرة دي وحاول تبعد عنه. رابع حاجة، اشغل نفسك قبل ما دماغك يشغلك. جرب تمشي نص ساعة بس، هتلاقي دماغك هدي. عشان كده كانوا بيسموه رياضة العظماء. وكمان التنفس، التأمل في الأول مش سهل، بس مع الوقت بيفرق جدا. وآخر حاجة، خد قراراتك بسرعة شوية، بلاش مش كل حاجة محتاجة تفكير عميق. واعتمد على الحقائق مش على التخمين اللي في دماغك. وفي الآخر، التفكير الزايد مجرد عادة، وعادة سلبية وانت تقدر تغيرها. وجه طاقتك للتفكير في الحاجات الإيجابية، لأن اللي بتركز عليه بيكبر. فكر في مستقبلك، بس بتفاؤل مش بخوف. وافتكر دايما ان ربنا مش بيحمل حد طاقته فوق طاقته. وبكده نكون وصلنا نهاية الحلقة النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا، وما تنسوش تشاركوا الحلقة مع أصحابكم. وأشوفكم الحلقة الجاية، في أمان الله.